شاب فاشل اتعلم اخطر فن قتال سري بالعالم عشان يدافع عن نفسه، ولكنه هيدخل حرب ضد اقوى مقاتل في الصين. قصتنا بتبدا مدرسة اكبر معلم كونج فو في الصين كلها، المعلم في تخصص المدرسه الكونج فو وتعليم فنون القتال السريه. وهناك بنشوف شاب بسيط اسمه وونج في. للاسف الجميع فاكرين وونج فاشل لانه بيلعب في درس فنون القتال ومش بيركز، ولكن لحسن الحظ والده يبقى في صاحب المدرسه. وفي لحظه وونج ضرب المعلم كاي وضحك عليه جميع الطلاب. كاي يبقى معلم احتياطي ومهاراته القتاليه على قده وممكن يكسر مجموعه طوب بسرعه البرق. وهنا كاي اتعصب وقرر انه يحاول ياخد حقه، ولكنه ما يعرفش ان وونج عضلاته مقويه قلبه. دخل ضده في مواجهه امام المدرسه كلها وبدون خوف نزل فيه طحن بدون رحمه، لحد ما كاي عرف انه ضعيف وملهوش لازمه وهيطحن بسهوله فسابه ومشي. ولكنه قرر يرجع من جديد عشان ينتقم في يوم من الايام. بعد كده لما وونج خرج من المدرسه مع اصدقائه عشان يستمتعوا بوقتهم، شافوا بنت جميله اسمها لين تبقى بنت يونا، ودي تبقى معلمه كونج فو ملهاش حل. ولكن وونج ما كانش يعرف هي مين، ومن اول نظره وونج اعجب بيها جدا، فتحدى اصدقائه انه يتحرك عشان يتكلم معاها. وبالفعل بدون خوف قدر يكسب التحدي. ولكن في ثانيه زي البرق يونا والده البنت ظهرت زي الشبح، فوونج اترعب وكان هيعملها على روحه. حاول يهرب باي طريقه، بس هيروح فين؟ يونا طلعت محترف الكونج فو مدمره، نزلت فيه طحن عشان تعلمه الادب امام الجميع. ما كانش فيه مفر نهائيا يا صديقي، لحد ما جت اللحظه الاخيره وونج حرم يعمل كده تاني ومشي زي الكلب. ولما كان في الطريق للمدرسه مجموعه بلطجيه بقياده المتنمر الاكبر سكار، اللي يبقى ابن واحد من كبار البلد وعنده نفوذ كبيره في كل مكان، بدون رحمه شاف بائع عارض حجر كريم نادر جدا. واول ما المتنمر سكار شاف الحجر قرر يشتريه، ولكن من غير فلوس. افترى على البائع الغلبان بسبب انه قوي. ولما البائع حاول ياخد حقه من المتنمر سكار رماه على الارض وكسره زي الازاز. ولما حصل كده البائع قلبه اتكسر لانه معرفش يدافع عن نفسه. ولكن بسرعه الصاروخ وونج الشاب القوي ظهر زي البرق عشان يساعد البائع المسكين، وبدون خوف وقف زي الاسد المفترس قدام المتنمر سكار الظالم. امره يرجع الفلوس والا هيخليه يتمنى انه ما يكسرش عظمه. في الاول سكار افتكره بيهزر ومش قد كلمته، ولما هجم على وونج بشراسه فتاكه اتصدم من قوه حركاته، فقرر انه يستخدم سيف الساموراي الياباني الاصيل. السيف ده سرعته رهيبه، ممكن يقطع الشجر زي المنشار. وفي الاول ليه حافظ على الوضع بصعوبه جدا، ومع الوقت بدا يخرج مهاراته البهلوانيه، وزي البطل الخارق مسك المتنمر الشرير مسح بيه الارض امام الجميع وخلاه يترجاه عشان يعيش. ومن غير ما ياخد باله وونج اخد الفلوس من جيبه وسلمها للبائع المسكين. ده غير انه مسك سيف الساموراي وكربك بيه الخصم بدون رحمه. ولما رجع للبيت اتفاجئ ان يونا تبقى عمته، فقرر يتسلل في سريه تامه من غير ما حد ياخد باله. ولكن في ثانيه والده في شافه وقال له تعالى عشان تسلم على الضيوف. في الاول معرفش يتصرف ازاي في الموقف، فحاول يخفي نفسه على قد ما يقدر. بس في ثانيه زي البرق يونا شافته وكانت هتفضحه، ولكنها قالت لوالده في تعرف ابنك وونج ده شاب محترم جدا ومهذب. ولكن بعد الكلام الجميل ده غدرت بيه وعرفت الجميع انه حاول يضايق بنتها لين. واول ما في سمع كده اتصدم من ابنه وقرر انه هيقتله لانه مشاكس وعمل غلط كبير. ولحسن الحظ في اخر ثانيه المتنمر سكار اقتحم المكان مع والده وباقي العصابه وكان متكسر تماما. والد سكار اسمه لي ويبقى واحد من كبار المدينه. قال للمعلم في انا لازم ارجع حق ابني باي طريقه. وهنا في قرر انه ينزل ضرب في ابن وونج لحد اخر نفس لانه خيب ظنه. ولكن يونا لحقته في اللحظات الاخيره واقترحت ان يتم قتال بين وونج واقوى واحد في عصابه لي. وبالفعل المواجهه بدات. في الاول مقاتل العصابه هجم بشراسه مميته لانه لازم ياخد حق صديقه المتنمر سكار. خرج عاصفه قتاليه اصابت وونج من جميع الاتجاهات، وللاسف كل ما كان بيحاول يرجع للمواجهه ما كانش بيقدر لحد ما جت لحظه الصفر. يونا قالت لوونج يستخدم فن الثعبان القتالي مع فن الكراك السري عشان يقدر يكسب. وبالفعل لي دمج مهاراته الفنيه وخرج اعصار هجومي فتاك كسر بيه عظم العدو تماما. واول ما القتال انتهى لي والد سكار ورئيس العصابه قال للجميع انه هيرجع وينتقم باي طريقه. وفي اللحظه دي في والد وونج قرر انه ينزله التدريبات الشاقه عشان يتعلم الادب. وبالفعل وونج دخل واحد من اصعب التدريبات في العالم، تدريب الحصان. مهمته يفضل ثابت على رجليه لمده 5 ساعات كامله، ولو فكر يستسلم
استسلم ابوه هيخلص عليه تماما. ده غير ان كاي كان موجود عشان يعذبه. سخن كميه كبيره من الميه وبدا يفضيها على وونج الغلبان. ده غير انه صعب الوضع اكتر وفضل يرخم عليه بكل الطرق. ولحسن الحظ اول ما سابه جيمي صديق وونج العزيز ظهر زي البطل الخارق عشان ينقذ صديقه. كان معاه كرسي خشبي خلاه يستخدمه ويغفل كاي من غير ما يعرف. ولكن في نفس الوقت في ظهر وشاف ابنه مش بيتدرب ومرتاح على الكرسي، فاتحرك في اتجاهه عشان يخلص عليه. كسر المكان كله وقال له انت باين عليك فاشل ومش نافع ابدا، عشان كده لازم اكلف عمك سهارة تتدرب على ايده. ده غير انك هتتعاقب بقسوة شديدة. وفعلا وونج اتربط زي الكلب من رقبته واتعلق زي الخروف من رجليه. كل ثانية كانت بتعدي عليه كان بيتعذب فيها بصعوبة، لحد ما ظهر البطل الخارق من تاني جيمي اللي مفيش زيه. دخل من الشباك زي الحرامي عشان يساعد صديقه العزيز، ولكن فجأة الاتنين كسروا المكان. وهنا اول ما وونج عرف جيمي ان عمه سهارة هيدربه، جيمي اتصدم لان سهارة معروف ان اي حد بيتدرب معاه ممكن دراعه يتقطع. وونج خاف وافتكر نفسه في فيلم رعب، فطلع يجري من المكان زي الصاروخ. ولكنه اول ما خرج كان جعان جدا. وهنا شاف مطعم صيني فخم. اول ما دخلوا شاف راجل باين عليه انه غني، فقرر يقعد معاه عشان يطلب جميع انواع الطعام ويسيبه ويمشي. وفعلا وونج طلب قائمة الطعام كلها. كان جعان بطريقة مجنونة لان والده عاقبه وحرمه من الطعام لفترة كبيرة. وبعد ما انتهى من الاكل وجه وقت الحساب، وونج فكر لثواني وقرر يستخدم ذكائه الحاد. قال للعامل اللي في المكان الشخص الغني ده هيدفع مكاني. ولكن لسوء الحظ ما يعرفش مين الشخص الغني ده اللي طلع صاحب المكان. وونج لبس في الحيط، فقال للعامل تعرف انا لو كان معايا محفظتي كنت دفعت، بس دلوقتي ابعد عن طريقي. ولكن فجأة لما كان بيهرب ظهر المقاتل السفاح غوريلا ضخم زي كينج كونج، عضلاته قوية زي الحديد. وقف قدامه عشان يكسره. اول ما وونج شافه افتكر نفسه في فيلم رعب كان هيعملها على روحه، ولكنه قرر يقف زي الاسد امام العدو. وبالفعل الملحمة القتالية بدأت. ومن الاول غوريلا عديم الرحمة كسر بيه طاولات المكان كلها زي طاولات المصارعة. ده غير ان جميع حراس المكان اتكتروا عليه وطحنوه بكل الطرق. للاسف وونج معرفش يعمل ايه لان الكترة تغلب الشجاعة، لحد ما راجل عجوز قلبه طيب قرر يتدخل عشان ينقذ حياته من الموت. ولكن اول ما غوريلا شاف الراجل العجوز افتكره ضعيف وما يقدرش يدافع عن نفسه. ولكنه ما يعرفش مين العجوز ده. طلع محترف فنون قتالية ملهوش حل، ممكن يكسرهم كلهم في ثواني زي المكسرات. وبسرعة البرق المواجهة بدأت. غوريلا وحراس المكان هجموا على الاتنين بشراسة مميتة. اما الراجل العجوز الغامض ده اظهر فن قتال المعلم السكير، فن نادر جدا ومدمر. قدر يكسر بيه جميع الاعداء وهرب مع وونج لداخل الغابة. ومع الوقت الاتنين بقوا اصدقاء، ولكن وونج لسه ما يعرفش ان العجوز ده يبقى عمه سهارة. ولما كانوا بيتكلموا مع بعض فجأة العجوز عرفه انه جاي من المدينة عشان يدرب شاب فاشل اسمه وونج. اول ما سمع كده عرف انه يبقى عمه سهارة، وفي اللحظة دي طلع يجري من المكان زي الصاروخ على امل انه ينجو بحياته. ولكن هيروح فين؟ سهارة عامل زي الشبح حرفيا، ممكن يطلع من اي مكان. ولما وونج افتكر انه نجا بحياته للاسف الشديد ده ما حصلش. سهارة غفله من ظهره ومسكه من قفاه زي الحرامي عشان يعلمه الادب. فوونج قال له تعرف انت باين عليك ضعيف وانا لازم ادخل ضدك في تحدي عشان اختبر قوتك. وبالفعل القتال الفتاك بين الاتنين بدأ. ومن الاول وونج اظهر فن قتال سري غريب جدا، فن اسمه فن قتال القرد. حركاته غريبة اي حد هيستغرب منه، ولكن الحركات دي مميتة لدرجة مجنونة وتقدر تخلص بيها على اي حد في ثواني. اما سهارة بنكتشف انه يبقى من اقوى محترفي كونج فو في الصين كلها، عنده مجموعة مهارات نادرة جدا. استخدم واحد منهم اسمه فن قتال السكير، قدر يتغلب بيه على الشاب وونج في ثواني. وونج اتحرك معاه لساحة التدريبات، واول ما الاتنين دخلوها المعلم سهارة نزل طحن فيه بدون اي سبب لانه شاب مشاكس ومش بيسمع الكلام. وقال له من النهارده انت هتقول نعم وحاضر وبس، غير كده هتطحن. ولما بالليل جه والاتنين كانوا نايمين، وونج صحي من النوم في الخفاء عشان يهرب وبدأ يتسلل زي الحرامي. ومن غير ما ياخد باله قدر يوصل للباب، ولكن هيروح فين؟ سهارة طلع ربطه من صبعه الكبير ورجعه للسرير من تاني. وتاني يوم التدريبات الشاقة بدأت. سهارة وقفوا على مجموعة من القدر فيها كميات كبيرة من المية وخلاه ينقلها من قدرة لقدرة. الوضع كان صعب بطريقة مجنونة، وونج حاول يقاوم ولكنه قرر يعمل فخ في المعلم
المعلم ودخل في القدرة عشان يعمل نفسه غرقان ويغفل المعلم سهارة. وبالفعل الفخ اللي وونج عمله نجح. لما حاول ينقذه وقع مكانه في المية واتقفل عليه بصخرة كبيرة جدا، وونج طلع يجري من المكان بسرعة البرق. واول ما هرب ملابسه كانت متغرقة، فقرر يولع نار عشان يجففها ويعرف يرجع للبيت. ولكن فجأة ظهر الوحش الكاسر نورمان صاحب فن قتال الشيطان المميت. قال له يمشي من المكان والا هيخليه يندم بشدة. فوونج ما خافش منه وقرر يقف قصاده زي البطل وما يعرفش مين نورمان. وبالفعل المواجهة بين الاتنين بدأت. في الاول وونج استخدم الكونج فو اللي اتعلمه من والده في، ورغم التدريبات الشاقة اللي اتدربها الا ان نورمان طلع سفاح قلبه ميت، كسر وونج الغلبان ومسح بيه الارض. وهنا وونج اتعصب وصعبت عليه نفسه فقام من على الارض عشان ياخد حقه، ولكن للاسف اكتشف انه يبقى ضعيف وما يقدرش يتصدى للعدو. اما نورمان فهو علمه الادب وانهى عليه تماما. وفي اللحظه دي قال لوونج اسعف على الارض تحت رجلي زي الكلب والا هقتلك بدم بارد. وللاسف ما كانش عنده حل غير انه يزحف على الارض تحت رجله زي المذلول واتداس على وشه بدون رحمه. اول ما حصل كده وونج قلبه اتكسر تماما لانه اتهان واتذل ومعرفش يدافع عن نفسه، فقرر انه من اللحظه دي لازم يتغير 360 درجه ويتعلم جميع فنون القتال السريه من المعلم سهارة. وفي نفس الوقت سهارة كان في حزن شديد لان وونج خيب ظنه، ولما كان بينشف ملابسه وونج دخل للبيت من وراه. وهنا حاول يتصالح مع المعلم ولكن سهارة ما عبرهوش ومرضيش يرد عليه لحد ما اكتشف ان وونج اتضرب واتصاب بشده، فقرر ان من بكره يبدا في تعليمه كونج فو السري. وبالفعل تاني يوم الصبح المعلم سهارة جهز جميع الادوات اللازمه لاتمام التدريب، وونج اترعب من المهمه اللي عليه. وهنا المعلم امره يجمع كميات كبيره من الميه باستخدام فنجانين من القهوه. المهمه كانت مستحيله التنفيذ وصعبه بطريقه مجنونه، ولكن عشان يبقى قوي ومحدش يقدر عليه لازم يعاني من التدريب. ولكن وونج عمره ما هيتغير. اول ما المعلم نام اتحرك في الخفاء وانهى المهمه في ثواني، وفي اللحظه دي قال لسهارة انه خلص. ولكن لسوء الحظ المعلم عرف انه غشاش وامره يعيد المهمه من جديد، والمره دي عينيه هتكون عليه. وده كان اول يوم لتعليم الكونج فو. اما تاني يوم هيكون مختلف تماما يا صديقي، حاجات غريبه ممكن تحصل. وبالفعل المعلم سهارة طلع مجنون، ربط وونج الغلبان من ايديه الاتنين وخلاه يضرب نفسه عشان يبقى قوي. اما وونج ما كانش عارف ايه اللي بيحصل، هدفه الوحيد انه يهرب من التدريب. ولسوء الحظ بعد ما انتهى وجه وقت الراحه المعلم سهارة قرر ياخد وونج في جوله في اخطر مدينه في البلد. وفعلا الاتنين اتحركوا للمدينه، وهناك سهارة فكر واستخدم ذكائه الحاد عشان يلعب على رهانات كبيره، ومن الاول خلى الجميع يفلس. وفي اللحظه دي ظهر المقاتل صاحب الراس الحديديه، دماغه تكسر حجر ووقف قدام المعلم سهارة عشان يسترجع فلوسه اللي خسرها. ولما اللعبه بدات صاحب الراس الحديديه اتكشف انه غشاش حقير، وفي ثواني سهارة قفشه زي الحرامي. وفي لحظه زي البرق صاحب الراس الحديديه سرق الفلوس منهم وحاول يمشي باقصى سرعته، ولكن فجاه وونج واقف في طريقه زي الاسد المفترس. قال له هات الفلوس يا حرامي. فصاحب الراس الحديديه قال له انا ممكن اكسرك تماما باستخدام دماغي الحديديه واحسن لك تهرب وتنجو بحياتك. واول ما سمع كده هجم عليه بشراسه مميته وبدا يستخدم المهارات اللي اتعلمها من المعلم سهارة. اما صاحب الراس الحديديه عنده فن قتال غريب، بيستخدم راسه في تكسير الاعداء بدون رحمه، وللاسف اسلوب الراس الحديديه كسر وونج تماما. وهنا ظهر المعلم سهارة عشان يساعده، اداله شاكوش من الحديد ملهوش حل يقدر يكسر بيه راس العدو. وفعلا وونج استخدم كامل قوته ومسك صاحب الراس الحديديه، عمل من دماغه بطاطس محمره ومسح بيه الارض. بعد كده لما الاتنين انتهوا من الجوله في المدينه ورجعوا لساحه التدريب، هناك بدات التدريبات الفتاكه. وونج عمل اصعب تمرين الضغط في العالم، ده غير انه ما كانش ينفع ياخد راحه. وللاسف بعد فتره طويله ما قدرش يستحمل، فالمعلم سهارة حس بيه وكلفه بمهمه خطيره. قال له انت هتروح المدينه عشان تشتري لي العصير الخاص بيا ولازم ترجع باقصى سرعتك. ولكن زي كل مره وونج ما عملش اللي اتقال له عليه، دخل في مطعم واكل لحد ما ملا بطنه، وللاسف نسي العصير الخاص بالمعلم. وفي نفس الوقت صاحب الراس الحديديه ظهر عشان ينتقم وياخد حقه بعد ما اتضرب واتمسح بيه الارض. كلم اخطر مقاتل في الصين اللي اسمه البامبو عشان يرجع حقه. طبعا من الاول بنعرف ان المعلم سهارة مشهور جدا في الصين، ولما عرف بامبو
بامبو عن نفسه، بامبو اتصدم وقرر يمشي، ولكن في ثانية زي البرق الكلب صاحب الراس الحديدية شاف ايد سهارة بترتعش، وده بسبب انه لسه ما شربش العصير الخاص بيه لان وونج لسه في المدينة. وفي اللحظة دي بامبو استغل ضعفه وقرر يهجم عليه باستخدام عصا البامبو السرية عشان ينتقم لصاحب الراس الحديدية وياخد حقه. وفعلا من بداية القتال سهارة ما قدرش يقاوم قوة الخصم لانه لسه ما شربش عصيره الخاص، اتطحن من جميع الاتجاهات وما كانش عنده مخرج. اما بامبو مسك عصاه السرية ونزل ضرب فيه بدون رحمة، وفي اخر لحظة ظهر وونج الوحش الكاسر بنفسه عشان ياخد الضربات مكان معلمه، وحاول بكل قدراته انه ينقذ الوضع زي البطل الخارق، ولكنه فشل ذريع. فقال للمعلم سهارة يهرب بحياته لان البامبو صاحب الراس الحديدية قلبهم ميت. ولحسن الحظ الاتنين عرفوا ينجوا بأعجوبة. بالليل لما الاتنين كانوا بيتعشوا المعلم سهارة قال له بسببك خسرت اول مواجهة في حياتي لانك ضيعت الفلوس وما اشتريتش عصير الخاص. فونج قال له ما انت لو كنت علمتني الكونج فو السري كنت هدافع عنك وهكسب المواجهة. اول ما سهارة سمع كده قال له قصدك اني مش مدرب قوي؟ ومن اللحظة دي قرر انه يعلمه فن قتال المعلم السكير بكامل تفاصيله. وبالفعل وونج جهز للتعليم. الفن مقسم لاجزاء مهمة، اولهم فن المعلم لو ذو القوة الداخلية. اول ما ليه بدأ يطبق التعليمات بدأ يحترفها بسلاسة تامة، وده لانه اتدرب لفترة طويلة على اللياقة البدنية. اما تاني جزء في فن المعلم السكير يبقى الاعرج ابو رجل جبارة، وده هيعلمه ازاي يستخدم رجليه زي الصاروخ ويقدر يكسر بيها اي خصم في ثواني. ومع الوقت وونج بدأ يتعلم كامل اجزاء الفن القتالي السري الغريب ده، واكتسب قوة قتالية مدمرة ممكن يخلص بيها على جيش كامل وفي لمح البصر. بعد كده بتنتقل بينا الاحداث للمعلم في والد وونج. وقتها دخل عليه لي اللي يبقى واحد من كبار البلد ومعاه عصابته. لي قال لفي في ارض غنية بالذهب لازم اشتريها فورا منك، ولكن رغم العرض المغري في رفض لان الارض دي حق الناس الغلابة. واول ما لي سمع كده اتعصب جدا وقرر انه لازم يخلص على في بدم بارد. وبالفعل اول ما خرج من المكان كلف نورمان اخطر مقاتل في الصين عشان يخلص المهمة. وفي الوقت ده لما وونج كان ماشي في الشارع شاف المعلم الصيني الخطير بامبو صاحب الراس الحديدية، فقرر انه ياخد حقه منه ويعلمه الادب، وده لانه اتعلم الفن السري على اكمل وجه. وبالفعل اول ما وونج وقف قدامه فضل يستهزأ ببامبو لحد ما عصبه وخلاه يهجم عليه زي الطور. ومن البداية وونج اظهر مهارات مميزة ملهاش حل، قدر يدوخ بيها الخصم زي اللعبة. اما بامبو فهو كان صعب يستسلم لانه وسط تلامذته، ولما شاف وونج ما بقاش في وعيه بسبب العصير السحري افتكره ضعف، ولكنه ما يعرفش انه بيستخدم اسلوب المعلم السكير. مسكه كسره تماما ومسح بيه الارض. واول ما انتهى ورجع للبيت للاسف الشديد المعلم سهارة مشي من المكان وساب له رسالة مكتوب فيها لقد مر عام كامل وانا معك والان قد حان الوقت لكي ترجع لوالدك المعلم في. ولسوء الحظ في الوقت ده المعلم في كان بيتغدر بيه من اقرب الناس ليه، اتغفل من غير ما ياخد باله والاعداء استدرجوه للصحراء. وفجأة الوحش المفترس نورمان هجم عليه زي الاسد وقال له انه مدفوع له كمية كبيرة من الفلوس عشان يقتله. ففي قال له بس تعرف انا خصم مش سهل. وفعلا الملحمة القتالية بدأت بين الوحش الكاسر نورمان صاحب فن الشيطان القتالي والمعلم في صاحب اكبر مدرسة كونج فو في الصين كلها. الاتنين نزلوا طحن في بعض، ومن الاول نورمان سيطر على القتال بسهولة لانه كان مستعد بكامل قواه. اما في فهو اتغفل من ظهره، اتغدر من اقرب الناس ليه، وللاسف الشديد جت اللحظة اللي نورمان هيقتله فيها. ولكن في اخر ثانية وونج ظهر زي البطل الخارق عشان ينقذ والده العزيز من الموت. وقف قدام نورمان زي الاسد عشان يلتهمه زي الفريسة، ده غير انه افتكر اليوم اللي اتهان فيه واتكسر قلبه. وفي نفس الوقت المعلم سهارة ظهر عشان يشجعه في المواجهة. وفعلا الاتنين جهزوا نفسهم للملحمة النهائية. يا ترى نورمان عديم الرحمة هيفوز ولا وونج هياكله زي الموز؟ وبسرعة الضوء نورمان هجم هجومه شرس زي الكلب، قدر يصيبه من جميع الاتجاهات. ورغم ان وونج اتعلم فن قتال سري الا ان قوة نورمان زي البطل الخارق ممكن تخلص على جيش كامل. وونج عرف ان الفن القتالي السري اللي اتعلمه مش هينفع، فقرر انه يستخدم ذكائه الحاد. جات له فكرة ملهاش حل وهي انه يدمج جميع فنون القتال اللي اتعلمها عشان يكتسب قوة ملهاش حدود. وفعلا وونج هجم زي الفهد السريع، سرعة قبضاته تعدت سرعة
الصاروخ، وزي البرق عمل عاصفة فتاكة خلص بيها على الكلب ده بدم بارد. وبعد ما وونج كان شاب فاشل، والده بقى فخور بيه جدا لانه انقذ حياته من الموت. وده ملخص الفيلم. اعمل لايك عشان يوصلك الجزء التاني، وشكرا.